ونيجي يا صاحبي للجزئية الأخيرة في الفيديو، وهي جزئية العيوب. لو جينا نتكلم عن جزئية العيوب هنلقاها بالكون كالتالي. أول عيب في التلفون، العيب الفاضح جدا على شركة أبل ولحد دلوقتي مغيرتهوش. ممكن تغيره في سلسلة 17 كلها يبقى 120 هرتز، ولكن للأسف تلفون الآيفون 15 بلس والآيفون 15 العادي بيجوا بالستين هرتز، او برضه 16 وال16 بلس بيجوا برضه ب60 هرتز. للاسف شركه ابل مش عارفين لحد دلوقتي ايه عقليتها انها تعمل 60 هرتز في تليفون بحوالي 47,000 جنيه او 48,000 جنيه مصري، غير الضريبه اللي بتدفع عليه. ففي تليفونات بربع ونص سعره بتيجي بال 120 هرتز. لحتى ما تحطش 120 هرتز في التليفونات العاديه، حط 90 هرتز يا عادي ما فيش مشكله. لكن هي ابل عايز تدفع حاجه غالي وبرضه تنقصك في حاجه. وعندك تاني عيب في التليفون، ما بيدعمش منفذ السماعات 3.5 مللي زي باقي تليفونات الفلاج شيب. ده شيء طبيعي بيجي في التليفونات الفلاج شيب. وتالت حاجه برضه، وتالت عيب برضه ممكن الناس ما تعتبرهوش عيب، انه بيدعم خط واحد مش خطين فيزيكال، لانه هو بيدعم برضه تقنيه الاي سيم. وعندك رابع عيب في العيوب، وهو كالتالي: هو ما بيدعم مش بيدعم تركيب خط ميموري اضافي على المساحه اللي انت هتجيبها تقعد بيها على طول. ممكن تنقل بياناتك على هارد خارجي او فلاش خارجيه زي ما قلنا، لانه المنفذ بيجي تايب سي. والعيب الخامس وهو سعره. طبعا سعره بالنسبه لامكانياته هو سعر، بالنسبه في امريكا هو سعر ممتاز، ولكن بالنسبه للشباب المصري فهو سعر غالي جدا. بيبدا من حوالي 47,000 ونص في السوق المصري لحد 50 او 52,000 جنيه في الايام اللي هي مش حلو خالص دلوقتي دي. اتمنى اكون فدتك يا غالي بمراجعه الشخصيه للتليفون الشخصي الايفون 15 بلس. اسيبك في رعايه الله، سلام.